أولا هو اسمه الحقيقي خالد بن زيد الكليب، هو من بني النجار، أما لقبه الشهير هو أبو أيوب، ولأنه من الأنصار فبقى لقبه بالكامل أبو أيوب الأنصاري. الراجل ده بجد أكتر إنسان محظوظ في الدنيا، لأنه بلا فخر الرسول نزل في بيته لما هاجر للمدينة، فيا بخته بجد يعني. بدأت القصة لما الرسول راح المدينة، وأهل المدينة رحبوا بيه جدا، وكلنا عارفين الكلام ده. وكان الرسول ساعتها راكب على ناقة، وكانوا أهل المدينة بيعترضوا طريق الناقة على أمل يعني إن الرسول يبيت عندهم في بيتهم، بس الرسول قال لهم دعوها إنها مأمورة. وفضلت الناقة تمشي، وكل ما تمشي من على بيت البيت ده يصيبه اليأس، وكل ما تيجي على بيت البيت التاني يصيبه الأمل، والناس عمالة تبص مين المحظوظ اللي الناقة اللي هتقف عنده، لحد ما وقفت الناقة في ساحة فاضية أمام بيت أبو أيوب الأنصاري. وطبعا كان أبو أيوب بيموت من الفرحة، وأنا طبعا يعني بقول يا بخته، لأن ده معناه إن الناقة لما تقف أو لما وقفت على المكان اللي هو الساحة الفاضية دي، فهنا هيبني مسجد، والرسول هينزل في البيت اللي قدام الساحة الفاضية اللي هو بيت أبو أيوب الأنصاري. كان بيت أبو أيوب مكون من دورين، دور فوق ودور تحت. جهز أبو أيوب الغرفة اللي فوق لرسول الله، بس رسول الله رفض وقال إن هو عايز الأوضة اللي تحت عشان الرسول بيجيله ناس كتير، كان تحت هيكون طبعا أحسن من فوق. في أيوب على طلب الرسول. لما جه ميعاد النوم راح الرسول دخل ينام، وأبو أيوب وزوجته طلعوا برضو عشان يناموا. فرح أبو أيوب يقول لزوجته إيه اللي إحنا عملناه ده؟ فزوجته قالت له إيه بس، هو في حصل حاجة؟ قال ينفع الرسول يكون تحت وإحنا نكون فوق؟ يعني ينفع نمشي على الرسول؟ وقصده يعني نمشي فوقه. فزوجته قالت له عندك حق. فقعد أيوب وزوجته متحيرين، فرحوا ناموا على أطراف الغرفة علشان يتجنبوا قدر الإمكان إن هم يمشوا في الوسط، عشان الرسول كان نايم في الأوضة اللي تحت في المنطقة دي، ويمشوا على أطراف رجليهم علشان ما يعملوش صوت يزعج الرسول أبدا. ما جه الصبح قال أبو أيوب للرسول والله ما عرفتش أنام خلص النهاردة يا رسول الله، لا أنا ولا أم أيوب. فرسول الله قال له من ذاك يا أبو أيوب؟ فقال أنا خفت أمشي فوقك يا رسول الله فينزل التراب عليك. فقال له الرسول هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في الأسفل لكثرة من يزورنا من الناس. فرجع أبو أيوب زي ما كان فوق، بس برضه هو مش حاسس إن هو كويس. زود الموضوع ده كمان هو إنه كان في جرة عندهم مليانة مية، وللأسف وقعت، فهو طبعا بهدلت الأرض مية. فقعد أبو أيوب وزوجته يحاولوا ينشفوا المية اللي وقعت دي علشان ما تقعش على رسول الله أو تتسرب له. فلما جه الصبح حكى أبو أيوب الموضوع الجرة ده على رسول الله، وقال له إن هو مش مرتاح أبدا إن هو يكون فوق، وإن هو يعني إن رسول الله في الأسفل وإن هو فوق. فراح رسول الله قرر إن هو يريح أبو أيوب، وقال له خلاص أنا هطلع فوق. قعد رسول الله مع أبو أيوب 7 شهور كاملة لحد ما اتبنى أول مسجد في الإسلام. وانتقل ساعتها رسول الله وهو طبعا وأزواجه للمكان البيوت اللي حوالين المسجد اللي اتبنى. فبقى رسول الله جار لأبو أيوب، يعني برضو الحظ محالف الراجل ده. ففي مرة خرج أبو بكر في عز الحر المسجد، فسأله عمر انت ايه اللي جابك يا أبا بكر؟ فقال له والله اللي خرجني هو شدة الجوع. فقال له عمر ايه ده بجد؟ ده انا كمان والله اللي خرجني برضو شدة الجوع. ومرة واحدة خرج رسول الله وسألهم نفس السؤال، فجابوا نفس الإجابة. فراح الرسول راح قال ايه ده بجد برضو؟ انا برضو نفس الحكاية، انا خرجت من شدة الجوع. فقال لهم قوما معي. فراح الرسول أخد عمر وأبو بكر وراحوا عند أبو أيوب، ورحب بهم أبو أيوب جدا، وكان هو بيشتغل في نخل قريب من بيته، فجاب معاه تمر ورطب وبسر. فسأله الرسول ما أردت أن تقطع هذا؟ ألا حياة لنا من ثمره؟ يعني إنه مش عايز يكلفك، يعني يا أبو وهب اللي هو الرسول بيقوله أنا مش عايز أكلفك. فقال له أبو وهب يا رسول الله أحببت أن تأكل من ثمره ورطبه وبسره ولأذبحن لك أيضا لك كمان. وفعلا ذبح أبو أيوب جدي، وقال لمراته إنها تخبز يعني تعجن وتخبز، وبعدها أخد نصف الجدي ده فطبخه والنصف التاني شواه. فلما الطعام اتحضر وأكلوا قال رسول الله خبز ولحم وتمر وبسر ورطب، ودمعت عيناه وقال
والذي نفسي بيديه إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فإذا أصبتم مثل هذا فاضربوا بأيديكم فيه وقولوا بسم الله، فإذا شبعتم قولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. وبعدها وقف رسول الله وقال لأبو أيوب آتياني غدا، يعني تعالوا لي بكرة، لأن رسول الله كان يحب لو حد عمله معروف يردهوله وأحسن كمان. بس أبو أيوب ما سمعش الكلام اللي قاله الرسول، فراح عمر قال له إن رسول الله يأمرك أن تأتياه بكرة، يعني تأتيه غدا يعني. فقال له طبعا سمعا وطاعة لرسول الله. فلما جاء أبو أيوب لرسول الله، رسول الله أعطاه وليدة. وليدة هنا يعني جارية صغيرة، اللي هي جارية بس صغيرة في السن يعني. وقال له استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فأنا لم أن نرى منها إلا الخير ما دامت عندنا. فرجع أبو أيوب لزوجته ومعاه الوليدة، فقالت لزوجته إيه ده مين دي؟ فقال لها دي هدية من رسول الله. فقالت هدية جميلة قوي. فقال رسول الله وصانا بها خير. فقالت له طب ازاي نعمل الوصية بتاعت رسول الله؟ فقال أحسن حاجة ممكن أعملها إني أعتقها. فقالت صح أحسن حاجة، وفعلا راح عتقها. ودي كانت بعض الصور في حياته العادية اليومية. أما بقى في الحروب فده موضوع تاني خالص. هو ما سابش غزوة ما كانش فيها أبدا، وآخر غزوة ليه كان عنده 80 سنة فيها، وكانت ساعتها عايزين يفتحوا القسطنطينية، وفعلا حارب فيها أبو أيوب لحد ما مرض وما قدرش إن هو يكمل. فجي يزيد ده كان واحد من القادة بتاعة الجيش، وقال له ألك من حاجة يا أبو أيوب؟ فقال له أوصيك أن يعني أبو عدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. وساعتها توفى ودفن أبو أيوب في القسطنطينية. ودي كانت نهاية قصته، فهو استشهد وهو عنده 80 سنة. فبارك الله في أبي أيوب، فكان فعلا من أكتر الناس حظا. يعني أنا شايفة إن هو أكتر راجل محظوظ في الدنيا في العالم، مفيش حد هياخد الحظ اللي هو أخده، وكمان شهيد. فهو فعلا عند ربنا حاجة عظيمة جدا. وبس كده خلصت الحدوتة. وأتمنى إن انت ما تنساش، يعني ممكن تشارك طبعا الفيديو ده مع مامتك أو والدتك، أو يعني مامتك هي والدتك أو باباك أو اخواتك أو صاحبك. يعني انشر دينك، وخلي يعني انشر الخير. بس كده، شكرا.